عسلامتكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم الرياضيات، عالم متزاخ. الدرس متاع اليوم اللي باش نتناولوه هو درس الحساب والتعداد. مش باش نتطرقوا للدرس الكل، أما باش نتطرقوا لسؤال متداول في الامتحانات، ديما يجي في الفرض متاع المراقبة الأولى. خلينا نذكر صعب القاعدة اللي باش نحاولوا نطبقوها في التمرين متاع اليوم. أكيد جدا متمكنين من قابلية القسمة، تناولتوها في سنة سابعة وحتى في سنة ثامنة. القاعدة شو تقول؟ إذا كان A و B عددين أوليين فيما بينهما، معناها القاسم المشترك الأكبر ما بيناتهم هو واحد. أراه إذا عندي عدد قابل للقسمة على A وقابل في نفس الوقت للقسمة على B، راه قابل للقسمة على الجداء ما بيناتهم. الجداء معناها A فوا B. نعطي ان اكزامبل، لو كان يجيني نهار الدوفوار يقول لي يعطيني عدد مثلا كما اخترت لكم في المثال هذا، جران تا هكا يساوي 4 اكس 2 y رقم احادي واكس يمثل رقم هذا، ويقول لي بين اللي A قابل للقسمة على 6. يكفي اني مبين اللي هو قابل للقسمة على 2 وعلى 3 في نفس الان في نفس الوقت. اتفقنا؟ لانه 2 و3 اوليين فيما بينهم. نكتب لكم توا القاعده باش نعمل لكم الافيشات نتاع القاعده. قاعدة أخرى زيد، إذا نحب نوري قابلية القسمة على 15، يكفي أني نوري اللي العدد نتاعي قابل للقسمة على 3 وعلى 5 في نفس الآن، لأنه 3 و5 أوليين فيما بينهم. لهنا أعطاني العدد A وأعطاني Y رقم أحاده مجهول، وأعطاني X رقم مئاته مجهول، وطلب مني شنو لهنا؟ أني نلقى X و Y حتى يكون العدد A قابلا للقسمة على 6. دونك باش نطبقوا القاعدة يجب أن يكون أولا العدد نتاعنا قابل للقسمة على 2 ثم على 3. ركزوا معايا بالكدا باش نعلمكم كيفاش تستعملوا حتى شجرة الاختيار. تو باش نتعلموا نجاوبوا على السؤال هذا على قابلية القسمة على 6، وفي نفس الوقت نتعلموا كيفاش نعملوا شجرة الاختيار. باهي، اولا ساعه انا ديما شو نقول لتلامذتي؟ انت عندك قابليه قسمه على 2 باش تخدمها وقابليه قسمه على 3. انا هي اللي نبدا بها نهار الدوفوار نتاعي، ديما نبدا بقابليه القسمه على 2. علاش؟ ها باش نفسر لك علاش. خاطر في 2 باش نتعامل مع رقم الاحاد كهو. باركونتر لو كان باش نبدا بقابليه القسمه على 3 باش يولي عندي 4 مع 2 مع اكس مع ايكغيك، زوز مجاهيل باش نتعامل معاهم، مش باش نجم نتعامل مع مجموعه نتاع زوز عداد، عندي زوز متغيرات اللي هما الاكس والايكغيك. دونك الحالات الممكنه هي شنو هي؟ تبعوا مليح، هي 4 الاكس باش نخليها، تبعوا مليح 2 والايكغيك شي نجم يكون رقم الاحاد مش لازم صفر، والا شنو عندنا اخر؟ وهذا الشوا الاول هكا ولا الشوا الثاني هو شنو؟ 4 اكس 2 ومن بعد لهنا رقم الاحاد ينجم يكون 2 والا ينجم يكون 4 والا ينجم يكون 6 والا ينجم يكون شنو؟ 8. اتفقنا ولا؟ 4 اكس 2 4 اكس 2 4 اكس 2. نعاود نكتب العدد نتاعي، شو مسألة شجرة الاختيار؟ فوالا لقينا لي جريك قداش لازم يكون؟ ينجم يكون صفر ولا ينجم يكون 2 ولا ينجم يكون 4 ولا ينجم يكون 6 ولا ينجم يكون 8. كان تحب تزيد تتمكن أكثر من الدرس تلقى الكور كامل على المنصة نتاعو. قسم الفيديوهات قصار سوبر ديتايي فيهم الأسئلة المتداولة في الامتحانات، الأخطاء الشائعة اللي وقعوا فيها زملائكم بل باش انتوما تتفاداوهم، لي زاستيوس الكل، وحتى كيفاش تعمل ريداكسيون. كيما تنجم زادا تشارك معنا في الحصص المباشرة اللي نستعملوا فيهم في أحدث التقنيات باش نوفر لكم تجربة واقعية كيما في الكلاس. تلقاو اللين في صندوق الوصف. مرحبا بكم الناس الكل. شنو قعد لي تو؟ طلعت المجهول الاول اللي هو ايكغيك، بديت بقابليه القسمه على 2. ردوا بالكم تبداو بقابليه القسمه 3 ولا 9، سورتو كان عندكم زوز مجاهيل، معناها عندك مجهول اول ومجهول ثاني. ديما ابدا بقابليه القسمه على 2 والا على 5، خاطر اسهل انك تتعامل مع رقم واحد كانك تتعامل مع زوز ارقام مطالب انك تطلعهم. اتفقنا ولا؟ كيفاش نعملوا سيدي؟ هذه التفرع الاول اللي لقينا من خلاله رقم الاحاد، باش نتعدوا للتفرع الثاني نتاع شجره الاختيار. بالطبيعه لهنا الاكس هذه حتى يكون هذا العدد قابلا للقسمه على 3 يجب ان يحقق شرط انه تكون مجموع ارقامه قابل للقسمه على 3. 4 مع 2 قداش يعيشكم؟ مش 6؟ 6 قابل للقسمه على ماذا؟ على 3، على خاطر باش نجم نعمل 4 مع 2 مع صفر، مع صفر اللي انا لقيته لهنا. دونك المجموع نتاع الارقام هو 6. 6 قابل للقسمه على 3، دونك يكفي ان الاكس تكون تساوي ماذا؟ تساوي صفر. دونك 4 باش نحط الاكس تساوي صفر، فوالا 2 وشنو؟ ونكمل مع الصفر نتاعي اللي انا ديجا لقيته. الصفر هذا استيوس باش نعطيه لكم باش نزيدوا 3. تو ما عادش نقعد نجمع في الارقام، نجي للرقم هذا اللي هو صفر اللي انا عملته بلون مخالف نزيدوا 3، يقعد العدد نتاعي قابل القسم على 3. دونك لهنا ايش باش نعمل؟ باش نجي لهنا الاختيار الثاني هو شنو؟ 4 لهنا باش نحط 3 ولهنا نحافظ على 2 والصفر نتاعي، مازلت مواصل مع شجره الاختيار. دونك لهنا ايش باش نعمل؟ باش نعمل 4 ونزيد 3 اخرى، دونك باش تولي عندي لهنا 6 ولهنا شنو؟ 2 وصفر، ونزيد لهنا يا جماعه 4 كالعاده باش نزيد 3 دونك 9 ونحافظ على 2 والصفر
نتاعي. ريتو كيفاش كملت التفرع الاول باش نعمل تو التفرع الثاني سيدي. دونك اوتوماتيكمون باش نعمل هنا مجموع الارقام كالعاده 4 و2 6 وزيدها 2 8. دونك الاكس هذه اقل قيمه نجم تاخذها هي شنو بعد 8. اول مضاعف ل3 بعد 8 هو شكون مش 9. دونك اول قيمه تاخذها الاكس هي ماذا؟ 4 و2 و2 8 لازم يزيد واحد لهنا نحط واحد. اول مضاعف للثلاثه بعد 8 هو 9. دونك كمجموع دونك لازم يزيد واحد ل8. 4 مع 2 مع 2 8 زيدها واحد نتحصل على 9. دونك واحد لهنا 2 2. شو الثاني باش يكون باش نزيد 3 لهنا. كي نزيد 3 شنو نتحصل على 4. هذوما ال4 و2 و2 يقعدوا على الواحد. دونك الشوا الثاني لهنا باش يكون دونك كالعاده 4 لهنا 2 2 4 2 2. دونك لهنا باش نحط 7. اتفقنا. لهنا ريت باش يغلطوا برشا تلامذه. حبيت نزيدوا هذا بالعاني باش نوريكم وين يغلطوا تلامذه. ريت كي وصلت للسبعه لهنا فما برشا تلامذه كي باش يزيد 3 مو من الاربعه زدت 3 تحصلت على 7. فما برشا تلامذه باش يزيدوا 3. ردوا بالكم تقعوا فيه الخطا هذا خاطر كي باش تزيد 3 باش تلقى صفر. لكن لهنا لازمك تزيد واحد في الخمسه. لهنا باش تحصل على قبيله القسمه خاطر كي زدت 7 العدد المئات. كاينك كي تزيد 3 زدتها العدد المئات. دونك باز باش تزيد واحد لهنا اونتر بارونتيز في الاربعه. شوز كو تو نا با لو دروا دو فير. معناها ما عندكش الحق باش تعمل هكاك. لذلك تقف في السبعه كهو. دونك في تريز اتونسيون راهو حدك حد السبعه. كي ما بديتش من الصفر ما تنجمش توفى في الصفر. وجرب دايور انت اجمع الاعداد في اخر رقم وشوف. دونك لهنا كيف فما شجره نتاع اختيار كالعاده. لهنا 4 و4 8 و2 10. دونك قداش نزيد لل10 باش نزيد 2 باش تكون 4. ومن بعد باش نحطوا لهنا 2 بالطبيعه 2 4. دونك 4 2 4 4 2 4. دونك باش نزيد 3 لهنا نتحصل على 5. نزيد 3 نتحصل على 8. سي بون تخف غادي الحكايه. كي نجمع الاعداد لهنا 4 و2 6 و6 ديجا 12. دونك اول فالور باش تاخذها الاكس هي الصفر. وباش نعاودوا كاين نعملوا ليكزامبل الاولاني داكوردو اللي هما 4. دونك 2 6 بالطبيعه لهنا 4 2 6 4 2 6. لهنا عندي 4 حالات اتفقنا ولا 4 2 6. دونك باش ناخذ نفس اللي عملته في الاول. دونك صفر ومن بعد 3 لهنا ومن بعد 6 ومن بعد 9. هذه 6 اتفقنا ولا. قعد لي هذا تو في شجره الاختيار تبعوا مليح. فوالا دونك باش يطلعوا اكيد 3 حلول لهنا كي نعمل 8 و2 10 10 و4 14. اول مضاعف يجي من بعدهم هو 15. دونك لازم الاكس نعوضها بواحد. دونك 4 2 8 اول فالور هي واحد. دونك 4 2 8 لهنا باش نزيد 3 نتحصل على 4. باش نزيد زاد كيف 3 باش نتحصل على 7 ونقف غادي. دونك 4 2 8. وهكا نكون جاوبت على السؤال الاول. نتعداو تو للسؤال الثاني. في السؤال الثاني قال لي استنتج اكس واي حتى يكون عدد ا قابلا للقسمه على 30. اولا احنا الاعداد هذوما قابلين للقسمه على 6. تبعوا مليح. انت باش تجي ل 30 هذه اللي هو عطاها لك بما انك انت بينت قابليه القسمه على 6 تكتبها بدلاله 6 اون فونكسيون دو 6. نقول بالفرنسيه خاطر نجي بروميير اني فيها حتى بي ساعات نطرق العبارات بالفرنسيه باش نخلي لكم في الميموار سوبليمينال نتاعكم اللاواعيه الكلمات اللي بالفرنسيه. دونك باش نكتبوا 30 اون فونكسيون دو 6 بدلاله 6. دونك هي 6 في ماذا؟ في 5. كما تعرفوا احنا بينا قابليه القسم على 6 وقلنا اللي اذا عدد نحب نوريك قبل القسم على 30. لاحظوا اللي 6 و5 اولين فيما بينهما. يكفي اني نوري اللي هو قبل القسم على 6 وفي نفس الان القاعده اللي بدينا بها الفيديو يجب ان يكون قابلا للقسم على 5. دونك عندي لهنا قابليه القسمه على 6 اعطتني شجره الاختيار الاحتمالات هذوما الكل. سانتقي باش نختار من هذوما انهم اللي قابلين للقسمه على 5. دونك باش نعمل تو باش ناخذ كان اللي قابلين للقسم على شنو؟ على 5. واللي رقم الاحاد نتاعهم اكيد جدا باش يكون يا صفر يا 5. دونك في هذوما الكل عندنا كاين الاربعه هذوما ناخذهم. هذه الاجابه نتاع السؤال الثاني. خذيت اللي رقم الاحاد نتاعهم هو صفر. ما عنديش رقم احاد يساوي الخمسه لهنا كما تلاحظوا. دونك هكا نكون جاوبت على السؤال نتاعي. انت بالطبيعه كي باش تجاوب ماكش تعمل كيفي انا هذا زايد هذا ماكش باش تكتبه هذا باش تعمله انت في البليون نتاعك. دونك لهنا باش تقولوا حتى يكون العدد قابل للقسمه على 30. هذوما هما الاختيارات الممكنه. وهكا بالحق نكونوا كملنا مع التمرين نتاعنا. اذا تحبوا تزيدوا تتعمقوا اكثر في الدرس تلقاوه سوبر ديتايي على المنصه نتاعنا. نيزيتي با فيزيتي لا بلاتفورم نتاعنا ماتازير.tn. الى لقاء قريب ان شاء الله. اترككم على محبة.